الثاني من البرنامج باللغة العربية لحتى نوضح بعض النقاط الهامة للغاية، وشو اللي عم بيحصل على الأرض السورية طبعا، وشو اللي بده يحصل وهو الأهم في المرحلة القادمة. طبعا المعلومات الواردة، هناك اتفاق أمريكي روسي وصيني، وهذا هو غريب من نوعه، ولأول مرة يعني بالغرابة هاي إنه القوى العالمية العظمى كلها متفقة على سوريا بالذات، متفقة تماما. طبعا الفرنسيين والروس متوافقين جدا في سوريا. طبعا انا قلت لكم اكيد رح تصير احداث جديده في الساحل، لانه الحركه السياسيه العالميه اللي عم بنشوفها هي متجهه نحو ايش؟ انشاء اقليم في الساحل على غرار الاقليم اللي موجود في شرق الفرات، فلا بد انه يصير شيء لحتى آه، يعطي الذريعه للقوى الدوليه بانه تفرغ الساحل من كل التنظيمات الارهابيه اللي موجوده في الساحل الان، اللي هي بيسموها الهيئه، بيسموها الامن العام، يسموها البطيخ المبسمر، المهم كل هذا. ماري والله بلاغها يا سري، بس دقيقتين. هدف دايما على كل، فرح نشوف مثل ما قلت لكم، رح نشوف بعض ال العمليات ممكن تكون في الساحل. وشفنا اليوم، أنا حكيت لكم قبل عدة أسابيع أيضا أنه في مرحلة تانية من المجازر اللي راح تحصل والخروقات اللي راح تحصل في الساحل السوري. واليوم عم بنشوف المجزرة اللي حصلت في جبلة، والحراقة اللي حصلت في الساحل السوري الآن أيضا، واللي بتمتد آه بالغابات اللي موجودة في ريف اللاذقية، فهل هي مفتعلة؟ هل هي الحرائق هاي كلها مفتعلة؟ نعم هي مفتعلة. هل المجزرة اللي حصلت في جبلة مفتعلة؟ نعم مفتعلة، وممكن يكون في غيرها كتير كمان. طبعا نحن نعرف الولايات المتحدة الأمريكية عطت الشرع 90 يوم لحل المواضيع اللي موجودة، وكلياتنا بنعرف أنه لن يستطيع الشرع أبدا. سالار هر لايفا كيفك سالار بس جولك يجمر بشينا ملكي وتبليغ هارن. آه كلياتنا بنعرف انه الجولاني لن يستطيع انه يطبق الشروط الامريكيه ابدا، 8 نقاط. فهناك توافق روسي امريكي فرنسي لافراغ الساحل من كل المنظمات الارهابيه، ورح يجي الطلب بعد فتره قصيره، ما اعتقد انه يطول، يعني 3 اشهر اقل ممكن. فخلونا نسبق وسائل الاعلام ونقول لكم أنه سوف تطلب القوى العالمية الكبرى من الجولاني أو أحمد الشرع إخلاء منطقة الساحل بشكل كامل من كل الفصائل اللي موجودة فيها. طبعا سيعمل الفرنسيين على تنظيم قوة داخلية داخلها، ورح يطلب بالتأكيد، أنا أعتقد رح يطلب من قسد أيضا للمساعدة بهذا الأمر، رح يطلب من قسد أيضا المساعدة والدخول إلى الساحل السوري. طبعا قسد مثل ما قلنا لكم ما راح تدخل هي بشكل كبير، يعني ممكن قسد تقوم بتنظيم ناس من أهالي الساحل نفسهم ليديروا المنطقة تبعيتهم، ويعملوا جهاز عشايش، يعملوا جهاز أمن، يعملوا قوات تابعة لقسد في المرحلة القادمة. وهاي نقطة هامة للغاية وتحدثت عنها كثير فترات طويلة. والآن بنلاحظ أنه الأمريكيين بدأوا بالاقتراب من الساحل،
في نقطتين في الساحل السوري ما راح أكشف عنها. الولايات المتحدة الأمريكية راح تقوم بإنشاء قواعد فيها. نقطتين في الساحل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في ريف اللاذقية بتشكيل قوى أو قاعدتين عسكريتين أمريكيتين فيها، وهذا هام للغاية. طبعا دخول الولايات المتحدة الأمريكية وإنشاء قواعد في الساحل، دخول الولايات المتحدة الأمريكية وإنشاء قواعد في الساحل هذا أمر حتمي. وبنشوف توسع القواعد الإسرائيلية أيضا. اليوم الأحداث كانت هامة للغاية، بأنه قامت إسرائيل بطرد وزير الدفاع السوري من المحادثات اللي كانت جارية بيناتهم بعد مشادات كلامية، من ما بين الوفد السوري والإسرائيليين، وتم طرد وزير الدفاع. طبعا نحن امبارح نعرف بالاجتماعات اللي حصلت ما بين الأتراك والإسرائيليين في أذربيجان، الإسرائيليين قالوا بكل وضوح للأتراك ممنوع إنشاء أي قاعدة عسكرية للأتراك في الأراضي السورية، ممنوع إنشاء أي قاعدة عسكرية تركية في الأراضي السورية. لكن المصالح الاقتصادية نعم ما عندهم مشكلة فيها. إسرائيل ليست ضد المصالح الاقتصادية. طيب هلا الموضوع بالنسبة للسويداء شلون بده يتم؟ اليوم كان في مظاهرات بالسويداء تطالب بتدخل دولي، وخرج الشيخ الهجري أيضا وطالب الشيخ الهجري أيضا الأمريكان بحماية دولية للسوريين، واعتبر الحكومة الموجودة فيها هي حكومة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة وغير مقبولة أبدا، المجتمع الدولي ساكت إلى الآن. وراح يكون في تحرك بعد النداءات اللي بتحصل وضغط إسرائيلي أيضا، راح يكون في تحرك دولي بالنسبة لسوريا. وكل اللي بتشوفوه الآن هذا كله وهمي. راح البحرين، اجى من السعودية، راح كذا، استدعى ماكرون، طلبوا بريطانيا كذا. هذا الكلام كلياته هو عبارة عن للضغط، مشان تعرفوا هذا عبارة كله الاستدعاءات للضغط على الشرع لتنفيذ الثمان نقاط المطلوبة منه قبل أن ينفذ الوقت المحدد له، عشان نكون واضحين بالنقطة هاي. لن يستطيع الشرع تطبيق تلك النقاط كلياتها، ومضطر هو الانسحاب من الجنوب. وخصوصا إسرائيل راح تشوفوها بالأخبار بعد أيام أن إسرائيل سوف تسمح لأهالي السويداء بدخول إسرائيل. أنا بعطيكم شغلة هامة للغاية. قبل حرب غزة كان أهل غزة يدخلون ويعملون في إسرائيل كعمالة داخل إسرائيل، وكل واحد منهم كان يأخذ تقريبا ما يقارب 1000 إلى 1500 دولار تقريبا. طبعا بعد العمليات اللي حصلت في غزة توقفت العمالة على إسرائيل، فأغلب المعامل والمزارع الإسرائيلية اللي كانوا يعملون فيها الفلسطينيين أصبحت معطلة. وإسرائيل كانت تفكر بأنه تستخدم عمالة أجنبية. إسرائيل كانت تفكر أن تستخدم عمالة أجنبية من الخارج، لكن الآن تفكر بإدخال أهل السويداء للعمل في إسرائيل. طبعا نحن شفنا أيضا عملية طرد الطلاب الجامعيين اللي أبناء الطائفة الدرزية اللي موجودين في الشام من الجامعات السورية، وهذا الممارسات كلها راح تكون ذريعة على إسرائيل بحيث أنه تفتح حدودها للسويداء في الفترة القادمة. وراح نشوف على الإعلام بشكل كبير، وبدأ الحديث عنه أساسا، بدأ الحديث عنه قبل فترة. يعني أنا شفت الصحافة الإسرائيلية تتحدث أنه ليش ما نخلي أهل السويداء الدروز يجوا بيشتغلون بدال الفلسطينيين اللي كانوا يجوا من غزة وغيرها وهي. بدأ العمليات
الطائفية في سوريا تتصاعد بشكل كبير. طرد الطلاب، الهجوم على الطوائف، الشحن الطائفي والشعبي اللي موجود، السخط اللي موجود ما بين المكونات كلياتها، هذا كله ذراع طبيعي هذا الشيء. فأي دولة، أنا هون دائما أتحدث بطريقة مختلفة عن الإعلاميين والسياسيين. بيصير ما بيصير حرام قتل الشعب السوري، ما قتل الشعب السوري هذا أنا ما أتحدث فيه نهائيا، لأنه أنا بتحدث في السياسة، وعندما أتحدث في السياسة أجرد العواطف بشكل كامل، وأعتبر نفسي إنسان من بلد آخر. إذن هنا في أمر هام للغاية، أنه كلما زادت الضغط والجرائم والشحن الطائفي، هذا سيولد ماذا؟ سيولد تدخلات خارجية أكثر. هو طبيعي، لأنه ذرائع تحتاج إلى ذرائع. دول مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها تحتاج إلى ذرائع لحتى تطبق المخططات اللي بدها تطبقها على سوريا. فراح نجي لبعد فترة، بعد مسألة السويداء وما تتوسع، إسرائيل كل يوم عم تتوسعها. إسرائيل كل يوم عم تقضب عشرات الكيلومترات من الأراضي السورية وعم تتقدم بصمت، وبصمت دولي، وبصمت أكبر من الحكومة الحالية بين قوسين وأحمد الشرع. ولا حدا منهم مسترجي يفتح تمه، مع أنه عرضوا كل العروض على إسرائيل. عرضوا اتفاقية سلام، عرضوا أنه يكونوا جزء من المشروع الإبراهيمي، عرضوا بأنه يكونوا جزء من معبر داوود، عرضوا كل شيء، حطوا كل شيء أمام الإسرائيليين، والإسرائيليين رافضين تماما أي اتفاق مع حكومة الشرع، وأساسا ما نحن محتاجين لهذا الأمر. احنا أساسا جايبينك لتنفيذ مخطط معين، أنك أنت تكون الذريعة اللي نحن نقسم فيها سوريا، ونحن نقسم فيها، ناخذ فيها الجنوب. فشلون أنا بدي أتفق معك اتفاقية سلام؟ طبعا أحمد الشرع يظن أنه هو باتفاقية السلام، مثل ما حصل في اتفاقية كامب ديفيد بال74 مع مصر، بأنه راح يتلقى كمان أموال 2.5 مليار دولار، مثل ما مصر تتلقى من الاتفاقيات هي. يعني يحلم الأحلام هاي، أنه أنا بسوي كمان اتفاقية مثل مصر، مثل اتفاقية وادي العقبة تبعية الأردن، وعلى الأردن تاخذ 1.3 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية كل عام بسبب الاتفاقية، ومصر عم تاخذ 2.4 تقريبا مليار دولار كل عام أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاتفاق اللي حصل ما بينهم وما بين إسرائيل، أو موافقتها لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد وقتها. يطمح أحمد الشرع أيضا أن يعمل اتفاقية مع الإسرائيليين، لكن شو عندك أنت تقدمه؟ شو عندك أنت تقدمه للإسرائيل؟ لا تملك أي شيء تقدمه أنت، ولا تمثل أي تهديد. أنت عبارة عن منظمة إرهابية تم السماح لك بالسيطرة على سوريا لتطبيق الذرائع اللي هم بدهم إياه. لو السوريين بكامل قواهم العقلية ويفهموا شوي، ما خلوا أحمد الشرع أساسا يستلم الحكم في سوريا وقتها، ولا الكتائب الموجودة الأخرى. لا، لأنك أنت راح تكون كارثة على سوريا. أنت راح تكون الذريعة اللي راح تسبب التدخل العالمي كله في سوريا. أنت راح تكون سبب تقسيم سوريا. أنت اللي السبب اللي راح يجتمع العالم، المجتمع الدولي كلياته يتوحد ضدك. أحمد الشرع هو كان سبب توحد أمريكا وفرنسا وروسيا والصين وكلياته ضده، ضد سوريا. وهي المعادلة التي لا يفقه فيها الأخوة العرب نهائيا، وبيطبلوا لأحمد الشرع ليل نهار. أنا ماني ضد أحمد الشرع، أنا بقول لكم إياه. أنا هنا أتحدث سياسة مجردة، ولكن مجرد استلام تنظيم القاعدة، أو حتى كان محسوب على تنظيم القاعدة سابقا للحكم في سوريا، يعني هناك مخطط هائل سيجري على سوريا. معناته هناك ذراع كبيرة جدا، أكبر مما نحن نتصورها، وأكبر من طموحات الشعب السوري نفسه. إذا نحن ذاهبين إلى تقسيم سوريا لا محالة، لا محالة. خلاص المجتمع الدولي سوف يتدخل في الساحل، وسينشأ قوة جديدة في الساحل برعاية فرنسية طبعا. الجنوب السوري تحول إلى إقليم لا محالة برعاية إسرائيلية.
اقليم شرق الفرات موجود وراح يتوسع بالفتره القادمه. ضل عندنا الوسط اللي هو اساسا بدهم اياه يكون مخنوق، وهذا راح يدخل في حروب داخليه ما بينه وتحدثنا فيها فترات طويله جدا. طيب، احنا شفنا التحركات العسكريه الموجوده على الارض الان، وهذا يبدو انه الطرف الايمن من معبر داود سيتم تسريعه خلال الفتره القليله القادمه، باعتبار انه بدأ العمل على المشروع الهندي. بدأ العمل على المشروع الهندي الممتد إلى إسرائيل، وأنا قلت لكم مشروع داود لن يبدأوا بالتنفيذ فيه قبل أن يبدأوا بوادرها في الهند. فأنت شوف بالهند شو عم بيصير، رح تعرف شو عم بيصير، شو رح يصير في سوريا. شفتوا؟ أنت لازم تشوف بالهند شو عم بيصير، بالهند شو عم بيصير. وإذا عرفت إنه شو تحرك بلش بالمشروع في الهند وبدأوا الإعداد له، اعلم أنه سيبدأ الإعداد له في سوريا. بدأ الإعداد له بالهند، إذا سيبدأ الإعداد له الآن في سوريا حقيقة. طبعا صديقي العزيز ما راح تقدر وعقلك ما يستوعب هذا الكلام، وهذا أنا بعطيك الحق الأحقية، لأنه آفاقك الضيقة ما راح يخليك تستوعب هذا الكلام، فرح تاخذه بسخرية. لكن الزمن كفيل بأن يثبت لك في المستقبل بأنك كنت على خطأ، وأنه ليس كل شيء يؤخذ بالسخرية. فهذا اللي تقدر عليه أكثر شيء شو تكتب؟ عو بويو ابكي بترتاح. هذا أنت اللي بتفهم فيه في السياسة. شو بتفهم أنت أكثر من هيك؟ بني أمية، بني سمية، بني عوي ولاك، هذا اللي بتفهم فيه أنت. ما بتفهم أكثر من هيك، ونحمد الله أنك ما بتفهم أكثر من هيك، لأنه لو أنت كتبت جملة سياسية سأشعر وقتها بالقلق، سأشعر بأنه هؤلاء العدو بدأ يفهم، وقتها سأشعر فعلا بالقلق، وأنه لازم أعدل وأقوي من طبيعة الخطاب اللي ألقيه. فعندما ألاقي تعليقاتك هاي أرتاح جدا. ليش؟ لأنه أعرف أنه عدوي لساته بالعقلية اللي هو قبل 1200 عام، 1400 عام، ما تطور. فإنك تغلبه سهل جدا. خليك أنت على بني عوي وبني أمية ونوي وغصب عنك، وبهذا التفكير هذا جميل جدا. هذا تفكير رائع، أنا بشوفه، بحييك، تعطيني اطمئنان وأريحية بأنه العقول اللي موجودة لا تتعدى الصندوق إلى الآن. فإن تعدت الصندوق يجب هنا تفكير مليا بإعادة ترتيب السياسة مرة أخرى. نرجع للموضوع بالأساسي. عندما تشاهد التحرك في الهند لإنشاء المعابر اللي بتجي بتمتد إلى إسرائيل، وبدأ المشروع، وأساسا وجود دونالد ترامب في السعودية والبحرين على هذا الأساس، ما طلع واحد مشورب أو غير مشورب لابس نظارات ولا شالح النظارات من المفكرين والعباقرة السياسيين اللي موجودين على المنصة هاي وعلى التلفزيونات والمحللين السياسيين، ويتحدث ليش ترامب بالبحرين؟ ليش بالبحرين؟ شو له شغل بالبحرين؟ شو له شغل بالسعودية مثلا؟ الآن موجود في البحرين والسعودية. ولا غبي فسرها، ولا حدا قدر يعطي جواب، ولا حدا قدر يعطي هذا الجواب، وكله أخذوه باستهزاء. بحرين، بحرين دولة تافهة، بحرين الكذا، بحرين. نعم، وجود ترامب في المملكة العربية السعودية والبحرين هي لتطبيق والبدء بتطبيق وتمويل المشروع الإبراهيمي اللي يمتد من الهند إلى إسرائيل. فهمتوا؟ وجود ترامب في المملكة السعودية والبحرين، وبكرة بتشوفوا التسريبات الإعلامية اللي راح تحصل على هذا الموضوع.
هو لتطبيق المشروع. في كثير من الأغبياء اللي بيطلعوا الآن والإعلاميين والصحافة وتتداول أنه هناك زعل ما بين ترامب ونتنياهو. أنتم أغبياء جدا. العلاقة بين نتنياهو وترامب ليست علاقة شخصية حتى يزعلوا من بعض، وزعلوا من بعض ولا ما بيزعلوا من بعض ما بيقطعوا العلاقات، لأنه هنا مصالح دولية في هذا الموضوع، لا في زعل ولا في بطيخ ولا في أي شيء، وهذا كله تمثيل بتمثيل. وأكثر شخصيتين متفاهمات ومتفاهمتين ومتوافقتين بالعالم كلياته هي ترامب نتنياهو. هي شخصية واحدة تقريبا تقدر تقولها في جسدين، مشان نكون واضحين معكم في هذا الموضوع. وأقدر أقول لكم شغلة، نتنياهو أعلى رتبة من ترامب. حتى نتنياهو يستطيع أن يزعل من ترامب، لكن ترامب ما بيقدر يزعل من نتنياهو. فهموا؟ مين اللي زبط الكرسي للتاني لما اجى يقعد؟ الأكبر هو اللي بيزبط الكرسي ولا الأصغر؟ الأصغر هو اللي بيزبط الكرسي. الأصغر رتبة وليس الأصغر بالعمر. ترامب أكبر عمر من نتنياهو عشان تعرفوا. فهذا الكلام الهراء اللي بيطلعوا على الصحافة العربية وغيرها، وترامب زعلان من نتنياهو وما بيحكوا مع بعض، وهذا الكلام كله تافه. في جل اشتداد العلاقة الشخصية أو العداء الشخصي اللي كان موجود ما بين بايدن ونتنياهو بدأت حرب غزة في 7 أكتوبر. هذا ليس صحيح، يعني في زعل بين نتنياهو وترامب؟ ما في هذا الكلام. سأثبت لك بالأيام القادمة أنه ما في هذا الكلام أبدا، وهي عبارة عن تمثيلية. صدقيني صدقيني، لا يوجد شيء، لا شيء، يعني ما نحن زعلانين. طيب ما نحن زعلانين، جيد، معناته نتفق في الكلام، معناته نتفق في الكلام. طبعا في عز سوء العلاقة اللي كانت الشخصية ما بين بايدن ونتنياهو لأسباب انتخابية، لأسباب انتخابية. بايدن كان يدعم إسرائيل بالسلاح وبكل أشكاله وقتها، وكان في خلاف ما بين بايدن ونتنياهو، لأنه بايدن كان يبحث عن وقف إطلاق النار من أجل الحملة الانتخابية تبعيته الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونتنياهو كان مصر على الحرب لحتى يستطيع إنقاذ الحكومة اللي هو كان يديرها في إسرائيل، والتحالف الحكومي كان على وشك السقوط وقتها. تذكروا كلامي بوقتها لما كنت بطلع وبقول لكم هناك معركة كسر عظم ما بين نتنياهو وبايدن، وكانت الحرب على غزة مستعيرة، وأنا قلت لكم سينتصر نتنياهو على بايدن. تذكروا هذا الكلام، وقلت لكم كمان أنه سيتنحى بايدن ولن يستطيع إكمال الحملة الانتخابية بسبب صراعه مع نتنياهو، وهي مسألة كسر عظم، وانتصر فيها نتنياهو وقتها. فخلاف الشخصي وخلاف الشخصي ما بين الرؤساء الشخصيات لا يؤثر على العلاقات والاستراتيجية الدولية ما بين الدولتين، هذا لازم تعرفوا. خلاف كان شديد ما بين نتنياهو وبايدن، ومع ذلك الدعم الأمريكي لم يتوقف لحظة واحدة لإسرائيل في حربها على غزة. الآن مهما حصل ما بين، ولا يوجد شيء طبعا بين نتنياهو وترامب، لن تتغير السياسات الدولية في المنطقة وما بين إسرائيل وأمريكا نهائيا. حيحطوها قاعدة، حطوها قاعدة في رؤوسكم. عفوا بس. ووجود ترامب في المملكة العربية السعودية والبحرين للتسريع بالاتفاق الإبراهيمي، للتسريع في الاتفاق الإبراهيمي ومعبر داوود.
والخطة المرسومة للمنطقة كلياتها. طبعا عندما يبدأ مثل ما قلنا لكم في الهند بداية المشروع الطريق الأبيض أو الطريق التجاري أو المعابر الاقتصادية ما بين الهند إلى أن يصل إلى الموانئ الإسرائيلية، ستبدأ معه تماما أيضا في سوريا العمل على معبر داود. وبدأ الآن الحديث على هذا المعبر واستكماله مرة أخرى من الناحية اليمنى، قلنا لكم من الطرف الأيمن. الطرف الأيسر هذا يحتاج ترتيبات مع تركيا سنتحدث فيها في حلقة قادمة. طبعا الطرف الأيمن أو معبر داود لوين يوصل؟ أنا الكمالة ما أعطيتكم إياه سابقا، قلت لكم أنه لشرق الفرات، بعدين حكيت لكم أنه هو الصندوق رح يمتد إلى شمال العراق. معبر داود يصل إلى إيران. يصل إلى إيران كيف؟ نعم، يصل إلى إيران. شبكة الأنابيب والبترول والغاز الإيراني كلها تنطلق من معبر داود إلى إسرائيل. وإيران لذلك هي الآن في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران لذلك ستقوم بتقسيم نفسها وترتيب نفسها للمشاريع الاقتصادية القادمة للمنطقة كلياتها، فهي راح تكون أيضا جزء من معبر داود اللي يتم إنشاؤه. يعني معبر داود عندك القوس اللي يمتد من إسرائيل إلى السويداء إلى شرق الفرات، ومن شرق الفرات إلى كردستان العراق كركوك، ومنه إلى حمرين، ومن جهة حمرين يدخل في الأراضي الإيرانية ويصل إلى جموع حقول الغاز والنفط اللي موجودة في إيران والعراق، وتصب في نفس هذا المعبر الاقتصادي، بالإضافة إلى المعابر الاقتصادية البرية، وهذا حدثنا عنه كمان، وكابلات الانترنت، كابلات الألياف الزجاجية اللي راح تمتد من الهند والقارة إلى إيران بنفس القوس هذا. القوس الآخر اللي راح يمتد هو من باكور كردستان في تركيا، واللي راح أيضا تهيئ تركيا نوعا ما لهذا المشروع اللي يمتد ويبدأ بالدخول مرة أخرى في الأراضي السورية من الجهة اليسرى إلى البحر. هنا يطبق الصندوق بشكل كامل، وما يسمينا احنا، أنا سميته صندوق داود. طبعا دولة داود اللي الإسرائيليين أو بني إسرائيل يعتبرون داود هو ملك، لا يعتبرونه نبي. وابن سليمان أيضا أحد الملوك بني إسرائيل اللي يحترموهم الإسرائيليين، بنى مملكة اسمها مملكة داود بوقتها، ومملكة داود كانت تمتد إلى نهر الفرات. احنا يعني بالمعتقد الميثولوجيا الإسلامية يعتقدون هو نبي، يعني انه هو نبي، لكن بالديانة اليهودية هو ملك وليس نبي، واحد الملوك العظماء في تاريخ بني إسرائيل. وهو أنشأ مملكة يهوذا سابقا، أو تسمى مملكة داود. الملك داود عندما ضرب المقلاع، تعرفوا قصة المقلاع، وتزوج بنت الملك وقتها، وأصبح وقتها ملك لبني إسرائيل. على بغض النظر أنت تعتقد هو نبي، غيرك ما يعتقد أنه هو نبي، أنا مالي شغل بهذا. هو طبعا نبي ما طبعا نبي، هاي مشكلتك أنت، شو تعتقد أنت، هذا أنت حر فيها. والله العظيم أنا وأنا بحكي سياسة مالي شغل بمعتقدات الناس. في ناس تعتبره نبي، في ناس بتعتبره ملك، في ناس ما بتحبه، في ناس لها مشكلة معه، مالي شغل بهذا معتقدك. فلا تضل تكتب كتابات ما تظن به أنت، ما تظن به احتفظ به لنفسك، مالي شغل. فهذه المملكة كانت وصلت إلى نهر الفرات أو أطراف نهر الفرات سابقا، وهذا هو الحلم الأكبر. ليس يعني كلمة إسرائيل الكبرى هي كلمة عارية عن الصحة، ما في شيء اسمه إسرائيل الكبرى. هناك شيء اسمه مملكة داود اللي بتسعى إليها إسرائيل. هلأ مو بالضرورة أنه إسرائيل تحتل الأراضي، لا، لأنه مفاهيم الاحتلال وأخذ الأراضي تغير تماما، لكن إسرائيل تريد أن تسيطر على تلك المنطقة اقتصاديا،
منطقة مملكة داود سابقا الطبيعة الديمغرافية اللي موجودة في المنطقة لا تسمح لإسرائيل بأن تسيطر عليها عسكريا وديمغرافيا وتغير الشعوب اللي موجود فيها ومن مئات السنين الشعب اللي موجود فيها، لكن تستطيع أن تسيطر على المنطقة كلها اقتصاديا وتضعها تحت يدها، ووضعتها اقتصاديا تحت يدها يعني هي أساسا لا تمتلك شعب أنه يغطي المنطقة هاي كلها، فإذا اقتصاديا حطتها تحت إيدها وكذا خلص هي نفس الشيء بالنسبة إلها. فلذلك المسألة الفكرية والأيديولوجية مختلفة تماما ما بين التفكير اللي بيفكر فيه العرب واللي بيفكر فيه القوى الأخرى اللي موجودة عالميا. لذلك طرح مشروع إبراهيم. إيش هو مشروع إبراهيم؟ مشروع إبراهيم أنه شخصية إبراهيم هي الرابط المتفق به ما بين الأديانات الثلاثة السماوية. يعني الديانة اليهودية تعترف بإبراهيم أنه نبي هو أبو الأنبياء، والمسيحية نفس الشيء، والإسلام نفس الشيء، بغض النظر أن اعترفت ديانات بعضها البعض، لكن هناك عامل مشترك ما بين الديانات كلها هي شخصية أبراهام أو إبراهيم كما يسمونه في اللغة العربية. فهذا اللي جامع ما بين كلياتها. فبيقول لك إنما الدين الإسلامي هو دين إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا بل كان مسلما حنيفا. فهذا المعتقد اللي موجود، ونفس الكلام هذا موجود عند المسيحيين أيضا، يعتقدون بأنه أبو الأنبياء وأساس الديانات كلها هو سيدنا إبراهيم. ونفس الشيء موجود عند اليهود تماما، لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو إسحاق اللي هو أبو يعقوب عليه السلام، هو إسرائيل اللي عمل بني إسرائيل، أو اللي كان اسمه إسرائيل يعقوب عليه السلام. فهؤلاء كلهم أبناء. فالرابط المشترك ما بين الديانات كلها هو إبراهيم. فلذلك طرح مشروع اسمه المشروع الإبراهيمي، هو ربط الديانات مرة أخرى مع بعضها بشخصية إبراهيم عليه السلام. فلذلك يطرح المشروع اللي اسمه المشروع الإبراهيمي في المنطقة كلها. طبعا مثل ما قلت لكم إيران جزء من هذا المشروع، والعراق جزء من هذا المشروع، وباقي المشروع نحن نكمله طبعا أكيد في الفترات القادمة. راح نتحدث عن المشروع بشكل أوسع. طبعا أنا تحدثت عن هذا الكلام قبل 3 أو 4 سنوات وبالخرائط، وشرحت هذا الموضوع كلياته قبل حتى أن يتحدث أو يفكروا فيه، لأنه هو كان موجود في ميثولوجيا اليهودية، حتى أساسا بالتلمود موجود، وموجود يعني مثل ما بيقول بسفر التكوين، أعتقد في التوراة كمان كان نوعا ما في أطروحة بهذا الموضوع. طبعا المشروع كلياته في المنطقة كلياته ماشي على قدم وساق حقيقة. شاءوا أم شاءوا مثل ما يقولوا هم أبو من أبو. هذا الكلام اللي ما بحبه أنا دائما، لذلك ما حفظته بصراحة. شاء من شاء وأبى من أبى، هذا الكلام لا أحبه، ولا ما في شيء اسمه شاء من شاء وأبى من أبى. هناك شيء ينفذ غصبا عندك وبالصرماية على راسك، هذا حقيقة الأمر. فلذلك بدنا نشوف بالمرحلة القادمة تغيرات جيوسياسية كبيرة جدا لحتى تكون هي الذرائع اللي تطبق فيها تلك المشاريع في المنطقة. فلا تستغرب إذا تشوف أنت مجزرة هنا مجزرة هناك، قوة إرهابية هنا قوة إرهابية هناك، لحتى تكون هي الذرائع اللي على أساسها ستنفذ تلك المشاريع، وتكون الذراع أمام العالم كلياته بسبب تدخلها في تلك المنطقة. وبرجع لموضوع الهام للغاية جدا، منطقة الساحل. منطقة الساحل يرسم لها بشكل واضح وصريح ما بين القوى العالمية الموجودة كلياتها، فرنسا وروسيا وأيضا الصين موافقة. الصين هنا مسألتها مو اقتصادية، الصين مسألتها مسألة محاربة الأغور الإرهابيين اللي إجوا إلى سوريا وكانوا يحاربون الصين لفترات طويلة جدا. هذا بيهمها بهذا الموضوع الروسي نعم اقتصادي، يهم روسيا أنه الأتراك لن يدخلوا إلى الساحل السوري أو السواحل السورية، والفرنسيين نفس الهاجس لديهم، والإسرائيليين طبعا أيضا متفقين بهذا الموضوع. فالقوى العالمية كلها
أسباب ممكن تختلف من هنا وإلى هناك، لكن الأسباب هي تقريبا كلها واحدة. متفقين تماما بأن الأتراك لن يدخلوا إلى الساحل السوري ولن ينشئوا قواعد في الساحل السوري بأي شكل من الأشكال، فلذلك ستكون قريبا هناك حماية دولية، وسيسيطر الأمريكان على الساحل السوري. وأنا قلت لكم انتظروا مجازر في الساحل حتى تعمل ذريعة، راح يصير مجزرة، واليوم حصل فعلا مجزرة في جبلة قبل أيام. ما قلت لكم راح يصير مجازر أكيد في الساحل، لأنه هناك مشروع يحاك في أروقة السياسة الدولية لعزل الساحل عن حكومة الشرع. فإذا هناك لازم يكون في مجازر أو أشياء تحصل هناك، كوارث، لحتى يكون ذريعة للقوى الدولية بتطبيق هذا الكلام على الساحل. فلذلك ممكن نشوف مجازر، ممكن نشوف حرائق، ممكن نشوف أشياء أخرى كبيرة جدا، وبعدين تصير الذريعة، لأنه الأمريكان والروس مثل ما قلنا لكم اتفقوا. اليوم كان في على جدول أعمال الكونغرس الأمريكي مشروع خاص بالساحل السوري. أنا قبل أسبوعين نشرت فيديو على اليوتيوب اسمه عين ترامب على الساحل السوري. عين ترامب على الساحل السوري. ونعم، عين ترامب الآن أصبحت مركزة على الساحل السوري. فالجزء الأيسر من الكاريدور الأيسر راح يبلش أيضا إذا بدأ الجزء الأيمن بالتنفيذ في الفترة القادمة، وراح نشوف هذا التغير راح يحصل في الفترة القادمة بشكل واضح وصريح. تعطوني 5 دقائق استراحة ونرجع نشوف إيش في أخبار ونكمل معاكم شوي. تقييد نتشو ياو، تقييد نتشو. بدأوا بعض الصفحات الجهادية تنشر انه بفتح اسواق للسبايا للاخوه والبنات العلويات، انه عم بيفتحوا اسواق للسبايا وللشراء عن طريق الانترنت. عاجل تم العثور على رفات الصحفي الامريكي أوستن تايس الذي فقد قبل 14 عام في مقبره بريف حلب الشمالي. سيكون هناك تحقيق في تلك المرحله التي قتل فيها أوستن، والجهه التي كانت تسيطر على تلك المنطقه في ذلك الوقت. لقوا أحد الصحفيين الأمريكان صار له 14 سنة بالدور. إدخال الشاحنات وبناء القواعد الفرنسية في روجعوا أيضا، واليوم دخلت أول أو دفعة جديدة من الأسلحة الثقيلة